حكيت لك يا في شي مولانا؟ يا ابني كل اللي عم تحكيه غلط. لا 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 يا شيخ، أنا كل شي حكيته غلط؟ ايه يا ابني ايه، كل شيء عم تحكيه غلط. أول شغلة أنت بدك تاخذ جود من أبوه، وربنا عز وجل بيقول بكتابه الكريم: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. يعني هذا الشيء بالشرع حرام وما بيصير. وأنت يا خاطر أعلم بمعتز. معتز رجل متدين بيخاف الله وما بيقطع فرض، وغير هيك عنده أخلاق عالية. وحرمة معتز أنت ما بتعرفها، بس يشهد الله أنه كان أبوها الحكيم موسى رجل فاضل وإنسان طيب. فأنت بتخاف من شيء مو صاير، وأنا عم بقول لك ما راح يصير. بس يا شيخنا حرمته لمعتز يهودية. لك ابني، حرمته يهودية يعني من أهل الكتاب، وهي ما راح تربي جود على أنه يهودي، لأنه معتز ما فرض عليه الإسلام، وبالتالي جود ابن أبوه يعني مسلم. كتر خيرك شيخي، كتر خيرك. خير الله يا ابني. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.